السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي على الصحراوي في اتجاهنا مباشرة لاسكندرية عند مخرج 21. كنت عايز اوري لحضراتكم، بصوا الرادار المستخبي ده، في رادار كده، بصوا اهو، خدتوا بالكم؟ الرادار دون 120. كل الرادارات تحت الكباري، مفيش غير الرادار دون هو اللي عند الشجرة مستخبي. ناس كتير قوي بتقع فيه. السرعة القانونية 120. وهوري لحضراتكم الطريق الجانبي بعد ما تعدل بقى قمة في منتهى الجمال. هنخرج ونبص عليه دلوقتي. نخرج من مخرج النوبارية، مخرج 23 ده. ده مخرج 23، مخرج النوبارية. الطريق بقى بص الجانبي بقى ممتاز جدا 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 جدا. طريق الخدمات الجانبي بقى متخطط، متسفلت، ده للنقل. طريق الخدمات زي ما حضراتكم شايفين كده، ده طريق النقل وطريق الخدمات. كان النقل طبعا طريقهم الأول أسوأ من كده. الطريق بقى أفضل بكتير، يقدر يسهل الحركة للنقل ويقلل من الحوادث. وهنا قدام حضراتكم في مصدر غاز شيل اوت. زي ما حضراتكم شايفين معايا كده طريق الخدمات للنقل. الطريق بقى افضل وبقى ممتاز عن الاول. الطريق الجانبي المتجه مباشرة للاسكندرية. احنا كده في طريقنا لاسكندرية. يفط إرشادية على الطريق يقولك المخرج الرئيسي كمان 500 متر. لو احنا عايزين نخرج المخرج الرئيسي كمان 500 متر، والأفضل ان احنا نخرج المخرج الرئيسي، عشان انا كنت حابب ان اوريكم طبعا الطريق افضل بكتير طبعا للنقل. ده يسهل لهم الحركة المرورية، ده يقلل من الحوادث، يديهم مساحة في الحركة اكبر، عشان هم عربيات طبعا بحجم اسمه النقل الثقيل، تمام، بيبقوا محملين. فطبعا كل ما الطريق يبقى ضيق عليهم، كل ما حركة المرور بالنسبة لهم وحركة السير تبقى صعبة. لكن طبعا كل ما بصوا شايفين الطريق واسع جدا على يمنا، النقل ماشي بكل حرية. فده افضل بكتير جدا واحسن بكتير جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، واشوف وش حضراتكم على الف خير في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. وما تنسوش دعمكم ليا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.